تعليق كابتن محمد أبو تريكة على اقتراب المدير الفني الأجنبي أوروس فيشر من تدريب النادي الأهلي. فحيث كان أبو تريكة له تعليق وتصريح هام جدا جدا على هذا المدرب الأجنبي، ولازم يا أهلاوي نوصل رسالة وتصريح أبو تريكة لجمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. أبو تريكة هيقول كلام مهم جدا جدا عن المدير الفني طبعا قبل التعاقد معاه، حيث قال تريكة: أوريس فيشر المدرب الجديد المحتمل للنادي الأهلي كنت شفته مع يونيون برلين، ويمكن من أشهر المباريات اللي شفتها له كانت أمام ريال مدريد أنشيلوتي. وقتها كان بعض الأصدقاء على السوشيال ميديا منزلين بعض التحليلات للفريق، فقررت أقرأ واتفرج. المهم ان ريال مدريد الماتش ده صنع 6 فرص محققة وضيع 5 أهداف وسجل هدف وحيد، فقررت أدي نفسي فرصة تانية مع فيشر. وشفت بعض مبارياته في البوندسليغا، وقتها لقيت الراجل متبهدل قدام كبار الأندية ووسط الأندية في البوندسليغا بنتائج فيها 3 و4، واغلب المباريات كان فيها رد فعل وبيستقبل لعب كتير وبيتصنع عليه فرص محققة اكتر بكتير كمان. ورغم كده فضل يونيون برلين بالنسبة لي متفوق طبقا لترتيبه في الموسم اللي قبله. الحقيقة اني مش شايف اوجه التشابه بين الكورة اللي عايزها الاهلي واللي بيقدمها الراجل ده. الاهلي بيقدم افضل منتج لو معاه مدرب مباشر، علشان كده جمهور الاهلي عاشق لمنتج فايلر. لكن المدرب ده رد الفعل اكتر ومتوسطات استحواذه وصناعته للفرص من الحيازة الممتدة ضعيفة جدا، يعني من الاخر هو بيدافع وتحولاته مباشرة، علشان كده مدة امتلاك الكورة قصيرة جدا. مش تريقة ولا مبالغة، بس سي في كولر اقوى منه. كولر كمان كان مدرب براجماتي وبيعرف يهاجم ويدافع، وده ظهر مع النمسا والاهلي باستثناء اخر موسمين مع النادي الاهلي لما بدأ يستسهل ويكون اقتصادي.